طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنتكلم عن حاجة ازاي ان احنا نعمل يومية أمريكية بس بطريقتنا بقى، اللي هي الطريقة القديمة العقيمة دي. هنعمل طريقة جديدة كده وإن شاء الله يعني تعجبكم يعني. طيب، أنا عندي هنا شارت في أكونت فيها هنا الكاتيجوريز بتاعتها وإيه المين أكونت بتاعها وإيه السب أكونت بتاع كل كاتيجوريز فيها. طيب، أنا النهارده ممكن أعمل هنا داتا فاليديشن وأقعد أعمل دروب داون وأخلي الراجل يقعد يختار واحدة واحدة ويمل وكده، بس أنا عندي طريقة أحسن بصراحة، شايف إنها أجمل يعني. فتعالوا نجربها كده. هاجي هنا أمسح بس المعادلات دي، هقول له بفتح هنا كولوم اسمه سيرش، أحط في الكولومز دي اللي جنبيه في الأكونت تايتل، بقول له بروح عنده وأقول له إكس لوك أب، وأفتح البتاع أعمل سيمي كولوم كده وأعمل ليها علامة الإند وأختار معادلة السيرش. بعد كده أعمل إند، بعد كده أعمل سيمي كولوم بنفس المنظر ده. اللوك أري بتاعك قول له هات لي الشارت اوف اكونت، والريتيرن اعمل برضه الشارت اوف اكونت. طب لو ما لقاش يقول ايه؟ اديني مسج يقول نوت فاوند مثلا. تمام، ونقفل السيمي كولوم. وده انت عايزه ايه؟ قول وايلد كارد بحيث ان هو ما يدور على الحروف المتشابهه. طب السيرش عايزه اتجاهه مين؟ قول من الشمال لمين وتقول له اقفل المعادله. تمام. طبعا طلعت لي هنا كلمه شارت اوف اكونت. طب انا النهارده عايز ادخل شويه حاجات كده، يعني مثلا هقول ايه؟ ادفرتايزنج مثلا. ادفرتايزنج هكتب كده ادفرتايزنج، فهي مثلا لو قلت جاز هتلاقي هنا بص بيكتب لك كلمة جاز. أنا عايز برضه حاجات تانية عشان مش حافظ الشورت، مثلا برينترز يعني كده نخش كإكسبنس لو كتبنا برنت، فاهم قصدي؟ بتتغير لك كده. طيب زي ما أنت شايف هنا بتحصل لي كلمة شورت في أكونت كل ما مبيبقاش فيه فاليو. فأنا هاجي عند المعادلة هبتدي فيها وأقول له إف وأفتح قوس وأقول له لو دي أكبر، يعني كده هعملها أكبر من زيرو، الفاليو بتاعتك المعادلة اللي أنا عاملها. لو مفيش قول له أوكي واقفلها لي زيرو. شد المعادلة بتاعتك زي ما أنت شايف كده. لما أنت طالما مفيش قيمة أنت حاططها هنا فتبقى المعادلة بتاعتك زيرو. طب أنا عايز أملى بس شوية داتا كده، أو خلينا ناخد بقية الداتا كده كوبي بيست طالما أنت فهمت القصة، فعشان بس ننجز وقت. تمام. أنا برضو مشغل يا جماعة في الأرقام، بس هنا الإكسبنس ماركتنج دي حطها لي كده في الشمال. أنا بس مش عايز إن الحاجات تبقى عكس حساباتها. واللونز تمام 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 كده. الانكم حط لي الفرق. طبعا هنا انت بتعمل ترايل بالانس بتشوف الفرق هنا، فهنا 407 800 حطهم لي في الانكم يا باشا، واحطهم مثلا اهي كده واحطها بعكس اشارتها بحيث ان الترايل الجنرال ليدجر يبقى مسلب زي مصفر زي ما انت شايف كده. بس الانكم ده هنخليه مثلا صدق برضه مش مشكلة، خط نفس التواريخ. طيب، في حاجة هنا تاني مهمة أوي. أنا دلوقتي عايز أخليها تمشي. خليني بس نمسح الكلام ده. أنا عندي التواريخ دي أنا عايزه يجيب الشهر، كل شهر كام عشان يبقى في الداتا عندي. فأنا هقول هنا معادلة أقول اسمها مانس، واختار لي من التاريخ بتاعك ينزل لك المانس زي ما أنت شايف كده، ينزل لك واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة. طب أنا عايزه يتكتب جان فبراير مش عارف إيه الكلام اللي أنت فاهمه ده. والله هقول له هنا، هروح لأعمله أقول له إف وأقول له دي لو أكبر من زيرو. تمام. إيه اللي يحصل؟ اعمل لي فيلو كاب بالمونث زي ما انت شايف كده على التيبل اري. ببقى عامل شرط كده هنا غريبة، بقول مثلا فيها واحد اتنين تلاتة أربعة وكل واحد من دول بياخد قيمة يناير فبراير بتاعي، وأثبت الجدول ده وأقول له خد رقم اتنين والرينج بتاعك خليه ترو. عملت حاجة غلط؟ نسينا هنا نحط حاجة. الفاليو قول له الفاليو في الآخر هنا زيرو، واقفل المعادلة بتاعتك. خلاص زي ما انت شايف كده اي تاريخ انت هتحطه هيبتدي. استنى بس كده هنشد المعادلة لحد الاخر. اي تاريخ زي ما انت بتحطه كده بتلاقيه بيتغير. يعني مثلا ده حطيناه وخلينا دي مثلا 18/6، بص اوتوماتيك هيختار شهر ايه؟ جون. لو مفيش حاجة بيحط المعادلة صفر. طب انا كده عديت الجدول بتاعي. هنا بحط حاجة اسمها كوست سنتر. لو عندك كوست سنتر مثلا على فرع، كل فرع مثلا اكسبنسز مثلا بيبقى واخد ليه فرع معين، فانت بتحط الكوست سنتر ايه بتاعك. انا خلينا بس هنا نحط الانكم هنا. هنا نحط كده شوية معادي عشان ميبقاش عندنا كوست سنتر بلانك. تاني مفيش كده تاني. انكم قشطة زي الفل. خلاص. طيب أنا خلصت كده. طب أنا بقى محتاج دلوقتي أطلع تراي بالانس. والله بعد ما الشيت ده كله بقول له لا بس خد بالك هنا احنا في حاجة غلط عاملينها. بص هنا مسلبة 814، في هنا 2 مليون. طب احنا هنخلي ال 800 دول ندخلهم مثلا في الكاش، خلينا نحطهم في الكاش نديهم هنا بحيث إن يبقى الرقم ده
بحيث إن هو يصفر. هنحط دي كده في الكاش، احنا قلنا دي هنحطها في الكاش، نديها كده موجب بس نشيل علامة السالب دي عشان الجدول معانا ايه يصفر. برضه عملنا حاجة غلط. طب ثانية واحدة بس أوقف الفيديو وبعد كده أظبطها وأجي. والله هي كانت مصفرة بس المعادلة معلقة، يلا خير. طيب شيل كده ده هايد، نكمل بقى. آه خلاص خلصنا ده كده. طبعا زي ما انت شايف تحت اهو معادلة الصم اللي انت عاملها، الاتنين ده زائد ده بيساوي ده، فهي مصفرة. والله ما عملت حاجة بس قشطة يعني. المهم بعلم على الجدول بتاعي وبقول له insert pivot table عادي جدا. بقول له هنا هات لي المين اكونت بتاعك الحساب الرئيسي، وهات لي الاكونت السب اكونت تحتيه، وهات لي الاكونت تايتل، واقول له حط لي الديبت الاول وبعديه الكريدت. اجي هنا عند الفلتر اشيل اللي هو المعادلات اللي هي الحاجات اللي هي بالزيرو دي، واروح اعملها كده واغير الفورمات بتاعي بحيث يبقى بالمنظر ده. لو انت كده عملت هنا كلوز بوس بحيث ان انت تضم الحاجه بتاعتك. لا كلوز بوس، جافي كلوز بوس اوكي. بص انت هنا هتلاقي ان الديبت زي ما انت شايف كده قد الكريدت، وانت لو دوست هنا السب اكونت هتلاقي كل حاجه من عندك نازله، كل حساب فيه مصفر الحاجات الديبت والكريدت بتاعته زي ما انت شايف كده. فهتلاقي ان ده قد ده، فانت كده ده هتسميه ترايل بالانس. ترايل بالانس. وبقى اسميه انت بقى عشان ايه؟ عشان بس ايه ما نضيعش وقت الفيديو. اوكي الفيديوهات بتاعتي الفيديوهات بقت تطول، فانا عايزين نقصر دي. طب خلينا عملنا ترايل بالانس. طب انا عايز اطلع بالانس شيت، هروح اعمل كده برضه نفس الكلام واقول له insert pivot table واقول له هات لي المين اكونت بتاعك، الاكونت تايتل الاول، المين ليه ده؟ المين اكونت، بعدها السب اكونت، وحط لي الاكونت تايتل، وهات لي برضه الديبت. فين الديبت؟ وهات لي الكريدت. طب احنا كده عملنا ايه؟ هو نفس الاكونت ليدجر اللي احنا عملناه هناك، فاحنا ما عملناش حاجه. فانا هاجي هنا طبعا هشيله الحاجات اللي بالزيرو. تمام. هروح جاي هنا قايل له ايه؟ هروح عندي هنا معادله البيفوت تيبل اناليسيس، وتقول له insert collect field، وتقول له هنا balance. balance. طب يا عم ايه البالانس ده؟ والله هقول له insert الديبت ناقص الكريدت. اوكي. فانت لو طلعت لك هنا البالانس وجيت البالانس هنا وضفته، هتلاقي ان الديبت ناقص الكريدت طلع لك كده. هتلاقيه مصفر في الاخر يعني تحت، لان ده الاتنين قد ده، بس هتلاقيه مصفر. بس انا كده برضه حاسس ان انا ما عملتش حاجه، لان هو هتلاقي في حاجات لو شيل الديبت وشيلنا الكريدت كده هنلاقي هنا ان البالانس حاجات كتيره نازله عكس اشاره، يعني الاكونت ريسيفبل نازل عكس اشارته، البنك اكونت. فاهم الفكره؟ فانت هتيجي برضو هنا هتروح عند البيفت تيبل اناليسيس وتقول له كولكت فيلد. هتقول له اول فيلد هتسميه اسيتس عشان تخلي الاسيتس لوحده. ايه الاسيتس هنا؟ هتقول له اف وافتح معادله وهات البالانس اللي احنا لسه عاملينه ده وقول له انسرت، وقول له ده لو اكبر من زيرو، لو هو اكبر من زيرو خد البالانس ده اضربه في واحد، لو مفيش قول له زيرو. فاحنا كده عملنا معادلة الاسيدز. هات كده هتدور في الاسيدز هتلاقي كلمة اسيدز هنا ونزلها. طيب نفس الكلام هتعمله ايه في اللايبل في الليكويديتي اند ليبل، هتاخد نفس الكلام وتعمله بعكس اشارته. انا مش عايز اطول بس الفيديو، فانا كده كده اوريدي عاملها، هنزلها هنا هتطلع لك ايه؟ بعكس اشارتها زي ما انت شايف. يعني تبص كده هنا هتلاقي ان البالانس طالما هو بالسالب فراح عكس اشارته، لو هو بالموجب راح مع اشارته. فاحنا هنشيل بقى البالانس، فتطلع لك هنا البالانس شيت زي ما انت شايف، الايكويديتي الاسيدز والاسيد الاكويديتي بتاعت. طبعا هنا الريسيفر بالعكس اشارتها معنى كده ان هم دافعين مقدم، فسيبك انت كده كده الارقام انت بنضربها عشوائي بحيث ان احنا نطلعها. طيب هنا بص انا عايز اعمل ترتيب، خلينا بس نعمل كده. عايز اعمل ترتيب للفيكسد اسيدز بحيث ان هو يبقى الترتيب الصحيح بتاع الميزانية بتاعتنا. يعني تبص هنا current asset بعدها current liability، تيجي عند fixed assets دي تقول له move up، هتطلع فوق كده تاني move up. تمام. هتلاقي لحد ما تنزل تحت الايه الكرنت اسيت، يبقى عندك الكرنت اسيت بعدها الفيكسد اسيت اللايبيليتي الايكوتي وتنزل الريتين ايرنينجز تحتيها. يبقى احنا كده عملنا الترايب بالانس والبالانس شيت ماشي اوكي حاضر. تلاتة. تمام. احنا كده عملنا الترايب بالانس وعملنا الانكم. نيجي بقى عند الانكم ستيتمنت. نعمل ايه في الانكم ستيتمنت؟ والله بنعلم بنفس الكلام اللي احنا بنعمله، نقول له انسيرت ونقول له هات لي
المين اكونت هنا بقى مش تختار النوع، لا مش هنختار السب اكونت، هنختار السب اكونت ونحط تحتيها الاكونت تايتل، وهنروح هنا وهنقول له هنا دي، هنقول له برضو هات البالانس اللي انا جبته وحطه. تمام. شيل الزيرو، اختار اعمل ايه، هتشيل لي سيلكت، تختار لي على حاجتين بس، الانكم والاكسبنس، الانكم والاكسبنس. تمام. فهتطلع لي هنا الترايل بالانس الانكم ستيتمنت. هات الانكم هنا خليه موف ايه at the beginning، بحيث ان الانكم يكون تحتيها البالانس. بس في حاجه غريبه هنا، انت واخد بالك؟ هو طالع لي البالانس هنا الانكم بالسالب والاكسبنس بالموجب. طب عايز تحل المشكله دي، هنروح هنا عند بيفت تيبل اناليسيس واقول له كولكت، واقول له دي سميها لي بي اند ال. هتعمل فيها ايه يا عم؟ وقول له الانسرت البالانس بتاعك فين، هات كلمة بالانس وقول له لا هنقول له انا اسف، قول له الاول اف قوس وانسرت، ولو البالانس ده اقل من زيرو، ايه اللي يحصل؟ اضرب لي البالانس ده في سالب واحد. طب يا عم لو هو اكبر بالانس برضو اضربه في سالب واحد. ليه؟ عشان عايز اعكس شرط الاكسبنس، فتقول له اوكي. تمام. هتلاقي هنا كده لو انت جيت سرشت عن بي ان ال ونزلتها، بص كده الفرق ايه. بص هنا كانت سالب 900 بقت موجب 900، طب الاكسبنس كانت موجب 60000 بقت سالب 60000، بحيث لو انت شلت البالانس دي تطلع لك الانكم ستيتمنت زي ما انت شايف. طيب جميل. طب انا كده عندي ديتيلز وعندي الادفرتايزنج وعندي. طب انا لو عايز اعمل عايز اجيبها البالانس شيت بالكوست سنتر، بحيث كل فرع اشوف هو صرف ايه. تاخد نفس الكلام كوبي بيست وتدور هنا على كوست سنتر وتحطها، هتلاقي هتلاقي كل فرع من دول نزل لك السيلز بتاعته، ولو في مثلا مبيعات تحتيها وصافي الربح زي ما انت شايف كل السيلز المبيعات تحتيها، وفي الاخر مجمع لك السيلز نفس الربح بتاعه. بس كده. طب خد ده الكلام ده وقول لي مثلا عايز اطلعه شهور. طيب هات كده شيل ده كوست سنتر، شيلها. ممكن تروح حاطط المانس كده بالعرض فيطلع لك بالشهور زي ما انت شايف. طب انا عايز ادخل بقى كوست سنتر تحتيها، هتلاقي مثلا تجيب من هنا كوست سنتر وتحطها تحت الاكونت تايتل، يطلع لك كل فرع زي ما انت شايف كده. طيب عايز تفلتر او حاجه بتاع بكل عليك، بتروح هنا بتقول له بيفت تيبل اناليسيس وتقول له انسرت سلايسر، ممكن تختار المانس ولا حاجه، فتحط المانس هنا وتروح هنا وتقول له سلايسر اوبشن، تقول له هايد وتقول له اوكي. تختار اي شهر زي ما انت شايف كده يتحول لك على التيبل اللي انت مختاره. طب حاجه تانية مهمه. طيب انا دلوقتي خلصت الداتا دي. تمام. انا بروح جاي عايز اخلي الداتا دي تتحدث تلقائي لما اقفل الشيت وافتحه. بروح عندي اي تي في التيبل عندك، بتروح هنا كليك يمين وتقول له بيفت تيبل اوبشنز. لا انا اسف ثانيه واحده، تروح عند هنا وتقول له بيفت تيبل اوبشنز وتروح عند كلمه داتا وشايف المعادله دي وتقول له ريفرش وين اوبننج داتا. خلاص. وتقول له اوكي. ده بيديك مسج تحذيريه بيقول لك ان انت مش هتتحدث غير لما تقفل الشيت وتفتحه وقول له اوكي زي الفل. طيب انا النهارده هعمل حركه كده غريبه، يعني تعالى كده برضو نجرب الهري اللي احنا عملناه ده شغال ولا لا. هو فين بس اهو. فانا الشيت هنا اسمه اولد امريكان. طيب اوكي نقفل. تمام. عايز الاول احدد شويه داتا كده، مثلا نقول حاجه من حساب الكاش لحساب مثلا، خلينا 18/5، ونقول كاش، ونقول مثلا لونز يوم بي. تمام. هنا هتدخل مثلا تدفع 50,000 ودفعت للون ده 50,000، سيفت على كده اقفل. خلاص. أنا عايزك بس تشوف هنا البالانس شيت قبل ما تتغير، اللي هو اللونز ده current liability. خلاص. خلاص احنا هنشوف كده، هقفل كده وافتح تاني ونشوف ايه اللي هيحصل. تفتح كده تاني. تمام. يا رب ينجز. يلا يا ابني يا مسهل. طب لو الفيديو اتفصل هو قلت ايه اوكي، بيقول لك ان هو دلوقتي هو ابديت الداتا بتاعتك خلاص. لو انت هتروح عند الترايل بالانس هتلاقي ان الحاجه اتحدثت. انت برضو لو هي ما ريفرش معاك ممكن تروح هنا تقول له ريفرش اول كل البيفت تيبل اكسل ان ايبل بيفت تيبل بيفت تيبل كوزن اوفر. البيفت تيبل انا اسف، هات البالانس شيت. لما تيجي تحط الحاجات دي يا جدعان ابعدوها عن بعض يعني، شويه هنا كده بعيد، ده كده ارميه شويه تحت. تمام. وقول له ريفرش زي الفل كده. بص كله بقى رفرش والدنيا تمام. بص هنا الاكسبنسز نزلت والحاجة اتعملت والدنيا زي ما انت شايف زي الفل اهي. خلاص. نفس الكلام تحت هتلاقيه، بص المعادلات والحاجات اللي احنا عملناها بقت كلها شغالة وزي الفل.
بس. فأنت كل اللي عليك هنا هتيجي هنا تشتغل account ledger عادي جدًا، جدًا، جدًا.